حبايبي حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. جيت لكم النهاردة بفيديو كده جديد وروتين مشجع. روتين يوم الخميس. هنخلي بصي الشقة كلها بتتنفس كده وريحتها جميلة، وتستقبلي يوم الجمعة ويوم السبت ان شاء الله باذن الله في راحه بال كده. وبصي شقتك هتبقى لذيذه جدا. طبعا كان عندي الارج والسطقله، يعني كنت عاملاهم قبليها بيوم وكنت مصوره معاكم. فكانت عندي الصاله والارج او الريسبشن عندي زي الفل، يعني ما فيهمش اي حاجه. فكنت عايزه اعمل كده تنظيفة عميقة للبلكونة لان كانت متبهدلة قوي. وهتشوفوا بقى انا هعمل ايه في البلكونة. هغيرها 90 درجة يا بنات، يعني زي ما انا قلت لكم في قبل كده، يعني في فيديو. انا كنت مفكرة قبل ما اتجوز ان البلكونة دي هتبقى بصي القعدة فيها ترد الروح، واني نقعد فيها نشرب حاجة، نقعد مع بعض نتكلم، الكلام ده كله يا بنات، مش ان هي تبقى كركبة بس. فطبعا اتصرفت في الحاجة بقى اللي هي ايه، الكركبة اللي كانت فيها يعني. وهحط فيها كذا حاجة، يعني هتشوفوا معايا في الفيديو. هحط كراسي وهحط شبه الترابيزة، حاجة كده شبه الترابيزة يعني يا بنات، علشان انا لسه ما جبتش الترابيزة. فتابعوا معايا. لو طبعا حابين الفيديو ما تنسونيش باللايك الجميل والاشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. وبحبكم جدا يا احلى متابعين، وشكرا جدا لكل كومنتاتكم الحلوة الايجابية اللي بجد بجد بتفرحني. شكرا جدا. بس طبعا كان عندي الخضرة او الزرع اللي كان فيها في البلكونه، يعني كان متبهدل قوي. فجبت ميه حطيت فيها ربس، وحطيت فيها شويه صابون مواعين يعني يا بنات. وايه تاني، وشويه كرول، بس مش اكتر من كده. وهبتدي ان انا اغسل بقى في الترابزين كله، وارش طبعا الخضره دي. وبعد كده هغسلها بالميه علشان بس الكرور، وعلشان خاطر الربس اللي فيها ما يفضلش لازق في قلب الخضرة وكده، او الزرع فيبقى مجير شوية. لا، احنا بنغسله تاني بالمية العادية وهو بيبقى نظيف وزي الفل. طبعا ايه، عملت برضو الارضية غسلتها كده غسلة نظيفة. كل ده بالمقشة اللي معايا دي، والله بتنضف جامد يا بنات. بس ومسحت طبعا المية كلها، وحطيت ال اسمها ايه اللي هي اللي انا بحطها طبعا في الارض، اللي هي النجيله دي. اديني افتكرتها يا بنات، والله العظيم بنسى كتير جدا، مش عارفه اعمل ايه في موضوع النسيان ده. بس حطيت طبعا الخضره، قصدي حطيت النجيله. بصوا يعني انا لسه قايلها لكم وبرده بنسى. المهم، وادي الكراسي طبعا اديت لها التلميعه كده، وهحطها طبعا. بس طبعا انا كنت عايزه احطها بشكل يعني تاني، بس البلكونه عندي ضيقه، والشكل اللي انا كنت يعني عاملاه في دماغي ما حصلش هو. فهتشوفوا طبعا كل شويه هفضل ان انا انقل واشوف ايه اللي هيريحني، يعني الشكل اللي هيريحني. فقعدت كتير قوي يا بنات ان انا افضل يعني اوديها يمين اوديها شمال. يعني انتوا فاهمين انا كنت عايزه اعمل ايه. كنت عايزه احط التربو في الوش، وكنت عايزه احط جنبه كرسي، وفي الوش كنت عايزة برضو احط قدامه يعني كرسي، ويبقى الترابيزة يعني في وسطيهم كده في النص. فطبعا يعني البلكونة عندي من جوه كده ضيقة شوية، وطلع على واسع وبعد كده ضيقة. انتوا فاهمين يعني، مش عارفه افهمها لكم ازاي. بس الجزء اللي في وش الكراسي دي واسع شويه، لكن من جوه عند التربو ضيقه. فاهمين؟ بس فحطيتهم كده جنب بعض، وحطيت السلم برضو جنب التربو. طبعا انا يعني مش هقدر ان انا اشيل التربو من البلكونه، او ان انا هقدر اشيل السلم علشان انا بحتاجهم كتير قوي في البيت. والتربو كمان انا حاطه فيه خزين البيت يعني وكده. بصوا حطيت الجردلين دول فوق بعض، وبعد كده حسيت ان هم عايزين يتغطوا بحاجه علشان يبقوا ايه باينين ان هم يعني
فاهمين اللي هو يبقوا شكلهم لذيذ يعني، شكلهم مش وحش. بس حطيت طبعا الحته دي زي ما انا قلت لكم، وكان شكلها زي الترابيزه كده بالظبط. وبس حطيت مفرش مدور، وبعد كده كان عندي كده خلص البلكونه. طبعا دخلت على اوضه الاطفال، كانت برضو متبهدله وكنت عايزه اغير لها الملايات بتاعتها، فغيرت لها الملايات بتاعتها يعني. وبعد كده كنستها، كنست الاول السجادة يعني اللي فيها بالمكنسة، وبعد كده مسحت، كنست يعني، وبعد كده مسحت وبس كده، رشيت المعطر وخلاص كده. كان عندي اوضه الاطفال كانت خلصت. بس انا مش هقدر ان انا اصور لكم ان انا وانا بمسح وانا بعمل بكنس بالمكنسه، لان النور قطع. يعني بجد يا بنات، يعني انا بقول لكم بصوا، كل ما بعمل حاجه في الشقه سبحان الله يعني بيديني كده اشاره ربنا ان انتي ما تعمليش حاجه في الشقه وان انتي عودي. بجد مش عارفه اعمل ايه يعني. كل ما بعمل بجد حاجة، يا نور يقطع، يا كهرباء تتفصل عندي، يا مقشة تبوظ، يا جردل شرشوبة يتكسر. فاهمين؟ حاجات بقى كتير يعني، انتوا من ضمن الحاجات انا كنت بقولها لكم في الفيديوهات التانية. بس فالحمد لله يعني ان احنا برضو ايه بنمشي اليوم بتاعنا وبنقول الحمد لله على السراء والضراء. عادي يا بنات، مشي يومك علشان ايه، ما تحطيش في دماغك يعني الحاجات دي، علشان خاطر ايه ما يجيلكيش اكتئاب. عشان انا بجد يعني كل ما بيحصل لي حاجه في الشقه ببقى اللي هو عادي، والله مش برود يعني يا بنات، بس اللي هو فكره ايه مش عايزه احط في دماغي عشان ما يجيليش اكتئاب، او علشان ما اتضايقش، او علشان خاطر ما اقولش لا انا مش هعمل حاجه مثلا علشان خاطر ايه ما تبص مني حاجه تانية. فاهمين؟ لا بقول عادي، ده نصيبها مثلا ان هي تتكسر في الوقت ده، نصيبها ان هي تبوظ في الوقت ده، والحمد لله عادي ان جت في الحاجة دي، احسن ما تيجي فينا احنا يعني، احسن ما تيجي في بنتي، احسن ما تيجي في جوزي، احسن ما تيجي فيا. فبقول الحمد لله كل ده خسائر عادية. فاهمين حاجة يا بنات؟ يعني كل ده بجد عادي جدا، احسن ما تيجي في بني ادم، ده اللي هو بيبقى خسارة يعني كبيرة. والحمد لله. بس فرشت طبعا ايه السرير اللي عندي في الوش. أه وقولوا لي برضو ايه رأيكم في الملاية دي، انا اول مرة افرشها يعني. كنت على طول بحط حاجات بناتي ومش عارف ايه وكيتي والكلام ده كله، بس حبيت ان انا ايه اغير شوية. مش شرط عشان انا جايبة بنوتة فاحط كل حاجة بناتي، لا، قلت عادي اطلع ملاية كده شبابي شوية او صبياني ومش هتخسر يعني عادي. بس كان عندي طبعا وقت الغدا فعملت فتة. انا ما عملتهاش كلها يا بنات، انا كان عندي حلة رز ما شاء الله يعني، كانت فايضة من اكلنا يعني. كنت عاملة رز بزيادة، رز بشعرية، فاستحرمت يعني ان انا ارميه. فقلت اعمل ايه، حمص شوية عيش واعمل صلصة الفتة واحطهم. وكان عندي فراخ يعني من الاكلة اللي فاتت اللي هي اللي اتبقى منها رز دي، فكنت عاملاها زي المشوية، وكنت منزله لكم يعني الطريقه بتاعتها. فقلت اعمل شويه ايه فته جنبيهم واكلهم مع الفراخ دي وبس. فحاجه يعني سهله وسريعه وكده كده عشان الرز ما يبص. بس طبعا عملت صلصه الفته زي ما انتم شايفين، وكانت والله العظيم يا بنات جميله جدا جدا، وطعمها برضو لذيذ بالرز ده ابو شعريه. بس طبعا يكون الفيديو بتاعي خلص. استنوني في فيديوهات تانية جديد وروتينات حلوة زيكم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.